شوف دائما حنا نهضروا على المؤامرات اليوم كما قلنا مؤامره مباشره. ابعاد رياض محرز من الكره الذهبيه. الاتحاد الافريقي لكره القدم من الكاف دميه في يد واسمه القجع. دائما واسمه نقولها خلاص حنا خلصنا كما قالوا الاخو. شوف دائما حنا نهضروا على المؤامرات. السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وقناتنا عبد مروكو. في هذا الفيديو اصدقائي غادي نشوفوا الاعلام الجزائري ينهار بالبكاء بعد طرد رياض محرز من افضل لاعب في افريقيا. فيديو رائع جدا اصدقائي، ما تنساوش دعمونا بالجيم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش اصدقائي ان هذه القناه قناه صغيره جدا اصدقائي، وهي قناه مغربيه. كنتمنى منكم تدعموها بالاشتراك في القناه والتفاعل مع الفيديوهات ديالها، لانها قناه مغربيه بامتياز اصدقائي. وشكرا لكم وتحياتي لكم، وديما مغرب. خليكم مع الفيديو اصدقائي. شوف دائما حنا نهضروا على المؤامرات اليوم كما قلنا مؤامره مباشره. ابعاد رياض محرز من الكره الذهبيه. الاتحاد الافريقي لكره القدم من الكاف دميه في يد واسمه القجع. دائما واسمه نقولها خلاص حنا خلصنا كما قالوا الاخو. شوف دائما حنا نهضروا على المؤامرات اليوم كما قلنا مؤامره مباشره. اليوم انه لا غبار عليها، لا اكثر من لا غبار عليها كما لا، لانه اليوم تحس انه عاد رياض محرز من والجزائر خلاص حنا خلصنا كما قالوا الاخو. دوكا راح يزيدوا. اليوم تحس باللي المخطط ضد الجزائر ما زال متواصلا. هذا من جهه ثانيه انه الاتحاد الافريقي لكره القدم من الكاف ولات كما يقول لك قلناها دائما دميه في يد واسمه القجع. دائما واسمه نقولها ولا هو يقول لك الناهي والامر في كل امور واسمه الكاف. ولا صح يعني في حفل التتويج اللي راح يديروه اسمه في مراكش نظن اسمه في المغرب، رياض محرز والمدرب الوطني هم قالوا واش لازم يقولوا انه اللي راكم حابين ديروا هذه المؤامره ديروا هذه الحفله وحدكم. لانه اليوم انك ما تمدش كاس افريقيا للجزائر، ما تمدوا لا 25 لا 27 ربما لا 29 لا 31 لا اي اسمه منافسه. وزيد اللاعب احسن لاعب اللي شفناه وشده اللي واسمه ليتيت اللي داهم. انا نشوف جينيرالمون التتويجات يكونوا اللي يخلق الفارق في اللي يصنع الفارق توتولون دو لا سيزون. انا شفنا باللي محرز كانافارو نال كاس الكره الذهبيه في 2006 وقيمه الدنيا دا كوب دي كاس العالم. هذا وانتقادات كثيره. هذا مدافع ليس حارس. ريسامون برك بالون دور اوروبيان ميسي كما قال داروا ضجه كبيره على هالاند اللي دات ثلاثيه مع محرز. قال لكم برينسيپ هو اللي يستحقها. مي كي يكون عندك واحد كيما ميسي ما تقدرش تهضر معاه. ليا هاد الناس ماشي جزائريين. انا ليا او فون دو موا هكذا نخمم ماشي جزائريين. باش تعرقل جيل ومدرب ومنتخب هكذا، انا جامي انا عشت مع كاع رؤساء تاع الاتحاد ديالي نعرفهم والناس اللي اشتغلت في الفيداريه، انا جامي شفت امور مثل هذه. اشخاص مثل الذين ذكرهم رزقي رمان عليهم ربما ان يمارسوا كل الهوايات وكل المهام الا كرة القدم، لانه لما نشوف مثل هذه الامور والله يعني تاثر كثير مثل ما تاثر اليوم الناس هذو اللي عرقلوا مسيره الناخب الوطني ومسيره هذا الجيل اللي ما مشاش لكاس العالم وما راحش بعيد في كاس افريقيا ولا ما فاز بكاس افريقيا. لما تورغانيز هنا منافسه كما في الجزائر تفوز بها، تكون اون بون بريباراسيون. لا خليني نفوز بها انا نلعب في بلادي يا رب، نلعب في الجزائر ما نفوز بها. نحن جبناها من افريقيا جبناها نفوز في الجزائر بالجمهور تاعي لو طالون اكزيست اون الجيري. شكرا نلعب في كوب دافريك في الجزائر ما نديهاش، نديها درع. شكرا جزيلا. جالاتا سراي، مانشستر يونايتد، حكيم زياش واونانا. وحكيم زياش من تاني يثبت مره واثنين وثلاثه واربعه اللمسه لا تنتهي ولم تنتهي. واحاول اتخيل الحقيقه انه ازاي حكيم زياش كان في يوم من الايام عايز يحرم كل الجماهير دي من متعه خالصه، بيور تالنت موجود في اوروبا، ويترك المجال ويتحول الى الخليج ويلعب في الخليج. كان في اعتقادي انه المساله محتاجه شويه وقت وممكن تروح عادي جدا مفيش نقاش، لكن كنت محتاج ان انا اشوفك في دوري ابطال اوروبا اكتر واكتر واكتر، وكل الجماهير المغربيه وكل الجماهير العربيه. اولا زياش بخلاف انه سجل هدفين، فالشو الاستثنائي الفردي اللي هو انا حكيم زياش بيحط فاول بمنتهى الروعه في مرمى اونانا، الثاني بيخدمه فيه الحظ بعض الشيء، لكن بيصدر متاعب ومعاناه كبيره جدا لمانشستر يونايتد. زياش
عجبني 3 حاجات بالنسبه له في المباراه ليهم علاقه بمعلومات مهمه جدا. اولا زياش بعد الماتش اتكلم وقال انه الماتش الجاي بتاع كوبنهاجن دي مباراه الموسم لجالاتا سراي. اشمعنى؟ لأن زياش ما يزال يؤمن بقدرة هذا الفريق إنه يوصل لمرحلة بعيدة. فرقة فيها حكيم زياش وفيها زها وفيها إيكاردي، أي نعم الليفل غير الليفل، لكن مباراة موسم. عارف إن أنا واقف على رجليا لحد آخر لحظة وما رميتش موضوع كورة وما قلتش خلاص أنا بشطب. دي واحدة. علق على ده الرجراجي بعد ماتش تنزانيا لو فاكرين وقال إن أنا سعيد باستعادة النسخة دي نسخة جالاتا سراي من حكيم زياش لأنه الهدف الأكبر هو كأس أفريقيا. الثالثه بقى والجميله في الموضوع هو تين هاج. بعد المباراه التقطت صور لتين هاج مع زياش بيحضنوا بعض. وزياش ده الراجل اللي اشتغل مع تين هاج وكان سببا ضخما في الموسم الاستثنائي الاعجازي لاياكس امستردام اللي اطاح فيه بريال مدريد برباعيه لو انتوا فاكرين. فاتكلم تين هاج ان انا كنت عارف قد ايه حكيم زياش لعيب مؤذي في الملعب، مش مؤذي طبعا بيضرب لكن مؤذي فنيا. لكن ما تخيلتش انه ده هيجي علينا احنا في مانشستر يونايتد وهيقوم حكيم زياش بممارسه سحره في ارض الملعب. الحقيقه انه المشهد ده يا جماعه تخليه في بالك كده، الصوره دي تخليها في بالك وتحط جنبها صوره الرجراجي اللي كان بعد وحيد خليلوزيتش السبب الاول بعد ربنا انه الراجل ده يرجع يلعب كره من تاني في الليفل ده بعد ما تشيلسي سابك، بعد ما خليلوزيتش دمرك نفسيا بغض النظر معاه حق او لا ده موضوع تاني. لكن بتكلم انه تدخل الرجراجي في وقت مناسب تماما عشان يوقفك على رجليك. فنال الرجراجي ما نال من حكيم زياش في المونديال بعروض استثنائيه ثم موسم اخر استثنائي مع جالاتا سراي في دوري الابطال يخلي الفرقه اولا حتى الرمق الاخير لو كسبت كوبنهاجن تصعد مباشره، لو اتعادلت المساله بالنسبه لزياش وبالنسبه لرفاقه يبقى فيها معاناه، لكن فوز في مباراه بالحميه بعد مباراة مانشستر يونايتد يخلي القصة أحلى وأحلى. فكل التوفيق لحكيم زياش وكل التوفيق لكل نجومنا العرب الموجودين في أوروبا. لما يجي الموضوع عند منتخب مصر بيبقى موضوع شكله مختلف تماما يعني. ولما يكون كأس الأمم الأفريقية اللي في جيل لعيبة قد تكون هذه هي البطولة الأخيرة ليهم، ولما تفتكر إنه التاريخ المصري صنع قدر معين للعيبة معينين عدوا على تاريخ مصر لبصمة اتحطت في كأس الأمم للقب كأس الأمم الأفريقية، يبقى الجيل ده لازم يعرف إن البطولة دي حياة وموت عشان يخلد اسمك في التاريخ. في ناس عندنا لعبت كأس عالم 2018 لكن الشكل ما كانش مناسب، ما كانش فيه مصر هولندا 90، ما كانش فيه حاجة فيها علامة، وبالتالي أنت محتاج البطولة الجاية دي أكتر من أي وقت مضى. بقول الكلام ده ليه؟ لأنه المغرب سبقانا، لأنه شكرا لكم أصدقائي على مشاهدة الفيديو، وما تنسوش أصدقائي دعمونا بالاشتراك في القناة وجيم الفيديو إلى عجبكم، وتحياتي لكم وكنتمنى لكم كل الخير والبركة واليسر في أعمالكم الخاصة، وشكرا لكم وتحياتي لكم. ما تنسوش أصدقائي راه المباراة غدا مع الوحدة بين المنتخب المغربي ونظيره المالي ضمن كأس العالم الربع النهائي اللي غلبتها توصل للنصف النهائي. يا ربي نغلبوا باش نلعبوا مع فرنسا إن شاء الله.